حاجه يا جماعه، اهم حاجه ان احنا نعجنها لحد ما تكون معانا خيوط علشان تبقى ناجحه معانا وما تفكش مننا. وبعدين نبتدي بعد ما نعجنها هنحطها في التلاجة ترتاح نص ساعة، وبعدين هنبتدي نشكلها. خلوكم معايا وما تروحوش في اي حتة، عشان كمان هعمل لكم صوص البرجر اللي قالب الدنيا في المحلات. انا هنا خلاص عجنت العجينه وشلتها في التلاجة ترتاح، وهبتدي اشكلها عندي. انا عندي مكبس برجر، بس لو حضرتك ما عندكيش المكبس ممكن يعني تستغني عنه ونشتغل في غطا برطمان الحجم اللي حضرتك تحبيه. وهنعمله بنفس الطريقه، هنحط قطعه المشمع وبعدين نبتدي نشكل اللحمه بتاعتنا، وبعدين هنبتدي نسويها بايدينا كده لو في الاطراف بتاعتها يعني مفتحه شويه او حاجه، وهنلف عليها المشمع. كل واحده لازم تتغلف بالمشمع يا جماعه، ما ينفعش تحطوا البرجر